وهنرفع كفاءة المكنة دي ونديها غسلة محترمة ونصلح كل اللي متكسر فيها ده. كل ده هيتظبط ان شاء الله. اهم حاجة برضو بدل ما تتعب قلبك وتقعد تشتري في جديد، الديل اللي ورا ده لما اتكسر انا قلت اريح دماغي واشتري جديد. انا حاجة قالت لي وانا على الطريق الم المتكسر، لم كله ارميه في شنطة المكنة وبعد كده نتصرف. الديل ده انا لسه لاحمه من يومين، قلت اعمل حاجة في السكوتر. انا سالت على الديل ده ومن غير ذكر محلات واقول بيتباع عند مين وبكام، انا بسال عليه يا جدعان ده عامل 500 جنيه. الديل العبيط البلاستيك ده 500 جنيه. انا رحت لحمته من جوه ومن بره ومش عارف ايه، مفيش باين فيه اللحم نهائي. الراجل خد كام؟ ده لحم ده ولحم الجنبين، كان في الجنبين بعد حاجات برضه في الجنب ده والجنب ده، لحم كله من جوه. يعني انت لو مشيت كده مفيش اي حاجه باينه نهائي، كله من جوه. الكلام ده انا لو كنت غيرته كان كلفني كتير جدا. الكلام ده كله ما كلفنيش 100 جنيه. 100 جنيه عند بتاع فبر محترم. في واحد بتاع فبر مش سالك. مثلا انت بتروح، انا كان زمان مثلا ايه الرفرف اللي قدامي اتخبط مني، بص الشغل ده عن الشغل اللي ورا. بص المعفن عامل ايه، يعني من غير ما نغلط في حد. بس انا لما عملت ده فرحت، اللي هو وفر عليا مثلا وعمل لي الرفرف ده كده وتصلح، بدل ما اشتري واحد جديد الرفرف ب 800 900 جنيه. قلت لا خلاص عمله لي ب 100 جنيه برضه. وشوف من امتى، من زمان، كنا من بعد ما اشتريت السكوتر بشهرين 3 تقريبا، خد في الحته دي 100 جنيه. وقلت اهو يلا وفر من عليا. بس لما شفت الشغل ده وشفت الشغل اللي ورا ده، لا عرفت ان يعني ايه في صنايعي نضيف وصنايعي تاني، يعني ربنا يهديه ويتقي ربنا في شغله ويعرف ازاي يشتغل عدل ويراعي ربنا. واللي عايز يا جدعان رقم الصنايعي اللي عمل لي لحامات الفبر اللي مش باينه دي خالص، ممكن يبعت لي يعمل لي كومنت برضو وانا ارد عليه وادي له العنوان بالظبط. ان شاء الله خير. خلوا بالكم من نفسكم، ما تنسوش لايك وشير للفيديو. ادعموني اللي احنا نجيب خوذه بقى يا جدعان يعني. يلا السلام عليكم.